اوكي، انا دلوقتي فتحت برنامج الفيزيو. ده برنامج الفيزيو، بص عامل ازاي. كل ده برنامج الفيزيو. الغرض منه قد الناس تقدر تعملوا بيها كمهندسين يشتغلوا بيها عادي جدا، الناس يقدروا يعملوا بيها فلو شارت، الناس بتوع الاديوكيشن التعليم. ده انا يهمني ايه؟ البيزنس. يبقى انا محتاج اخش على ايه؟ على البيزنس. فانا اقول له خش لي على البيزنس، فدخل لي على البيزنس. امشوا معايا خطوه بخطوه. ده برنامج الفيزيو. الاتش ار لما بيحط رجله في الشركه اول حاجه بيعملها بعد ما بيجمع الداتابيز بيبدا يرسم ده علشان يبدا يعرف الشركه كلها ماشيه ازاي. فتحنا ده، محتاجين ايه من ده؟ ركزوا كده. لو انا عايز اقرا، انا النهارده محتاج اعمل ايه؟ لا، محتاج اعمل اورجانيزيشن ستراكشر. فاقوم داخل هنا اقول له بص انا هدوس على ايه؟ اورجانيزيشن ستراكشر، وهقول له كرييت. الراجل فتحه لي خلاص. ده البرنامج. ده كده فيه مشكله؟ نرجع لخطواته الطبيعيه. هنا مكتوب حاجات انا هستخدمها عشان ارسم دي. ادي المانجر، وادي الاكزيكتيف، وادي الاسيستنت، وادي البوزيشنز العاديين، ودي الحاجه الفيكنت، وده لو حد كونسلتنت نمبر. انا هعمل ايه؟ انا هجيب البوكسز دي وهبدا احطها فوق بعض زي ما كنت لسه راسمها من شويه. ما عملتش اي حاجه فيها ابداع. طب هتعملها ازاي يا عم طارق؟ قوم جايب اول بوكس اهو. اوكي، هجيب اول بول اهو. دي كده فيها مشكله؟ ده السي او، ده الفاوندر. هبدا انزل ناس تحتيه عادي جدا. هتعمل ايه يا عم طارق؟ قوم جايب المانجيريا ليفل. بص الرسمه ماشيه ازاي. انا ما عملتش اي حاجه فيها ابداع، والله العظيم. ده بيتعمل بارقام في الشركات. انا عملت فيها حاجه ابداع خالص. قوم جايب كمان المدير كمان تحتيه، نزل تحتيه اهو. ناخد اللي بعده. هو هيبدا يقسم لوحده. ما عجبنيش الشكل اقدر اغيره، يعني الشكل ده مش عاجبني اقدر اغيره. الرسم عايزهم كلهم يكونوا تحتيه غير لما يبقى فاهمين. اعملها لكم دلوقتي، ناخدها واحده واحده. هنعمل ايه؟ تعالوا نغير الشكل. مثلا بنتنا ندى ما بتحبش شكل المربعات، قالت انا بحبه دواير. براحتها، دي شركتها الرسمه اللي هي بتعملها. انا عملت ايه؟ انا كده رسمت. وفي الاخر هفاجئكم، انا هقعد 5 دقايق برسم وهربط اكسل بفيزيو يرسم لي الرسمه دي في ثانيه الا ثانيه. خلاص هو هيرسم كل حاجه لوحده. بس انا عايز امشي معاكم ايه؟ ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه كده. دي في مشكله؟ انا حطيت الراجل ونزل تحتيه مين؟ المديرين. كل مدير اكيد تحتيه موظفين. خلينا ناخد الاسيستنت. ادي واحد اهو، احط على دماغه. نزل عمل لي اسيستنت. كل اسيستنت تحتيه مديرين. قوم منزل البوزيشنز. خد يا باشا اهو، خد يا باشا اهو. وانا هظبط لكم الايقونه كده كده. فاصبح اللي انا عملته ايه؟ انا رسمت الهيكل. واحد المديرين، تحتيهم الاسيستنت. كل اسيستنت تحتيه ايه؟ هل انا عملت اعجاز علمي؟ شفتوا التفاهه؟ ايه رايكم لو انتوا عملتوا ده للشركات؟ ممكن تاخدوا شيكات بارقام. بس لا، ما هو ده لو يفهموا انه هتفيدوا، واللي يعمله لازم يبقى فاهم عشان بيعمل كوميونيكيشن سيستم من الادارات بينهم وبين بعض. ما يبقاش اللي هو يعني ما كان اي حد عمل. ده كده في صعوبه. لو احنا روحنا البيت وقدرنا نعمل الفيزيو ده كده في مشكله. خطوات تافهه. اعيدها تاني بسرعه. انا دلوقتي هرجع خالص اهو نرجع خالص باللي احنا عملناه، ونقدر بقى نحط الصور، نقدر نعمل اللي احنا عايزينه. مفيش مشكله. انا اهو هعمل ايه؟ انا عايز ارسم. ركزوا معايا عشان هخليكم ترسموا دلوقتي. انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز ارسم. في الاخر هربط لكم ده بالاكسل، هيطلع لنا النتائج اللي احنا عملناها وقعدنا نرسم فيها لوحده اوتوماتيكلي من غير ما انا اخش في الموضوع. انا محتاج ارسم ايه؟ طبيعي في اي رسمه لازم نحط الراس الكبيره الاول، لان الراس الكبيره هي اللي بتوزع علينا الايه؟ السلطات. تمام؟ فانا اقوم عامل ايه؟ اقوم ماسك الراس الكبيره. تعالى يا عم احطك هنا، انت الكبير بتاعنا. كل كبير عنده المديرين اللي تحتيه. هناخد 2 مديرين. بصوا انا بعمل ايه؟ بصوا انا مش بعمل اي حاجه، انا بقف عليها اهو. نزل تحتيه وواخد ده كمان عليها اهو. نزل تحتيه وواخد واحد كمان عليه اهو. يبقى الراجل ده عنده كام؟ عنده 3 موظفين تحت. كل موظف اكيد عنده. طيب انا ممكن اعمل ايه يا طارق؟ هو انا ينفع اعمل مجال كبير؟ ده انا ممكن اوديهم للشرق عادي جدا. يعني انا اقصد ان احنا ممكن نرسم 20,000 موظف، هيفتح لي صفحات تانية. يعني انا هنا
بصوا لو انا عملت كده بالزوم انا اقدر افتح صفحات جنبهم. يعني بصوا انا عامل كده اهو، هيفتح لي صفحه رابعه، يعني مش فارق لي العدد. اروح لكم صفحه تانية اهو، ادي صفحه تانية اهي. بصوا انا اقصد ان ممكن يكون مدير عنده 200 واحد تحتيه عادي، مخليه لوحده في صفحه، وبعد كده هنربطهم PDF هيطلع كله رسمه واحده خالص. تعالى ناخد الامور ده. تعالى يا عم انت تحتيك كام بوزيشن؟ انا يا عم عندي بوزيشنز على طول، ما عنديش اسيستنت. حلو، نبدا نشتغل عادي جدا. الاسيستنت ده اسيستنت مانجر، البوزيشنز اللي الموظفين العاديين مش تايتلز عاديه، هو اللي بيتابع الناس. ما انت ما انت ما حضرتيش اللي احنا كنا لسه قايلينه من شويه. ماشي هقولها انا، هقولها. طيب في حاجه اسمها فيكنسي بقى، حاجه فيكنت. المفروض ان الراجل ده محتاج نعين تحتيه حد فيكنت، ده هتبقى فيكنت. يعني ايه فيكنت؟ يعني وظيفه لم تملى بعد، يعني وظيفه لسه حاجه فيكنت. يبقى انا محتاج، ده عندي وظيفه فاضيه فمحتاج ان انا املاها. الوظيفه موجوده بس الشخص مش موجود. الله ينور عليك، الوظيفه بتاعه مش موجود، فانا بكتب فيكنت فوق هنا كلمه النيم فيكنت، والتايتل هيبقى موجود عادي جدا. دي كده فيها مشكله؟ طيب نرجع تاني بقى. طيب طارق انا مش عاجبني الالوان، عايز اغير الوان، عايز اعمل اي حاجه براحتي، البرنامج تافه خالص. هنا خلينا نخش على الاورج تشارت. انا عايز يا طارق اخليها بالشكل ده، هيقلبها لي كلها بالشكل ده. طب طارق انا مش عايزها بالشكل ده، انا عايزها بالشكل ده. العبوا بقى، يعني انا دلوقتي كده انا بلعب، انا مش بعمل اي حاجه غير ان انا بلعب. لو عملنا زوم كده بصوا ايه اللي هيحصل، هيجي شكل الموظف اهو، هيظهر صورته وهيتحط النيم والتايتل. فبالتالي انا لما اجي بقى كموظف جديد يا ريهام داخل عندك الشركه وريتيني الاورج تشارت، فانا شفت الشركه بتاعتكم كلها، عرفت مين مدير ومين موظف ومين اسيستنت في القعده. لان من النهارده بدايه الشغل العملي، احنا من النهارده يبقى اسمنا HR اوبريشن. خلاص اللي فات كنا احنا عايزين نوصل للمانجيريال ليفل، نشوف المايند سيت بتاعتهم بيفكروا ازاي از HR دايركتور، اعتبارا من اليوم هو بدايه الشغل العملي. فمن العملي انك تفهم يعني ايه اورجانيزيشن ستراكشر. اهو انا كل ده انا خلاص بقيت شايف كله قدامي والدنيا معايا زي الفل. فبقيت عارف ان ده CEO، عندنا ندى وريهام وساره، بينزل تحتيهم موظفين عاديين كل موظف، وانا اقدر اشكل براحتي. ده كده في مشكله؟ في مشكله؟ الموضوع بسيط صح؟ وبرده مشروح انا عامله اونلاين. طيب عايز اعمل اي حاجه بقى، اي حاجه عايزين تعملوها فكروا، اي حاجه عايزين يا طارق نغير الوان، عايزين نعمل باك جراوند، عايزين نحط لوجو للشركه، عايزين الالوان دي مش عاجبانا، براحتكم شوفوا انتوا هتعملوا ايه. هتطلعوا على التاب اللي فوق، هتبدا تعملي بقى انسيرت درو الوان، عايز احط اللوجو فاعمل الفيتشرز كذا وابدا اطبعها، عايز اعمل ايكون، عايز اللي انا عايزه اقدر. وفي الاخر اما اجي في السيشن بتاعت الHRIS هوريكم ازاي اربط الفيزيو بالاكسل. مجرد ما هدوس انتر الراجل رسم لي الرسمه اللي انا ممكن اقعد فيها يوم برسمها. شكرا. ده كده في اي مشكله؟ عايز اغير الالوان مثلا، الالوان دي مش عاجباني، بس خلي بالكم ان كل لون وليه معنى. الاخضر اكزيكتيف، المانجر اللون ده، البوزيشننج الموظفين هتبقى اللون ده. فانا لما اجي اقسمهم لايرز زي ما كنت انا عايز، فلما جيت قسمتهم لايرز لو تفتكر عملناها الطول لما جينا عملنا كده وقلت لك ان كل ده لاير هينزل تحتيه ناس، كل واحد لاير. فانا لازما وانا بعمل برزنتيشن ابقى فاهم ان اللون الاخضر ده صاحب الشركه، خلاص مش هقدر اجي جنبه. الالوان دي دول البورد اوف دايركتورز مثلا، فتبدا تتقسم ستيب باي ستيب. هنا في مشكله كده زي الفل، تعملوها بايديكم